ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير واتم الصحه واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده بقى جيت لكم بفيديو جديد وروتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله هيعجبكم. ده بقى كده روتيني بعد الفطار. طبعا اليوم قبل الفطار بصراحه مبقاش فيه وقت بقى تحضري فطار، بتصلي اللي عليكي، تقراي في المصحف. بصراحه مبقاش فيه وقت خالص قبل الفطار. فقلت بعد الفطار بقى هقوم اعمل اللي انتوا شايفينه ده، عشان كان بقالي كام يوم كده سايبه البيت ما بعملش فيه حاجه. فقلت اصور معاكم روتين كده اشجعكم بيه. اهم حاجه لو انت اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان عيلتي تكبر بيكي كده وتتابعي فيديوهاتي اول باول. ولو انت مشتركه معايا في القناه يا ريت تعملي كومنت ولايك حلو زيك. بس كده دخلت كده اول حاجه على غرفه النوم. قلت بقى اغير الفرش بتاعها. الفرش ده انا كنت فرشاه من اول رمضان. انا يعني مش ما قعدتش في البيت كتير، يعني انتوا عارفين انا جوزي مسافر، في اكتر وقت ببقى قاعده عند ماما. فقلت بقى خلاص بقى كده اغيره عشان بقاله كتير. طلعت كده بقى ملايه نظيفه، وقلت شلت بقى الكوفرته، كنت فرشه كوفرته شتوي اللي هي النبيتي دي، شلتها عشان هغسلها معاكم برضو في الفيديو ده. فغسلتها بقى كده وقلت هفرش مفرش طقم سرير عادي. فرشت طقم سرير، وكان البطانيه كان عندي بطانيه لسه ما غسلتهاش يعني، فقلت اقضي بيها الكام يوم دول لحد دخلة العيد بقى وهغسلها. بس كده كنت فرشت بقى الملايه دي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا محدش فيكم بيتفاعل معايا على الفيديوهات، فيا ريت تتفاعلوا معايا بلايكاتكم بتشجعني وتدعمني نعمل فيديوهات اكتر. شجعوني كده، يا ريت اي حد يشوف الفيديو، يعني مش تخسري حاجه لما تحطي لايك، يعني اللايك ببلاش مش بفلوس يعني. فوقفي الفيديو كده حطي لايك عشان تشجعيني وتدعميني، واتاكد ان انت شفتي الفيديو. كملي معايا الفيديو للاخر عشان ان شاء الله هيعجبك جدا. وفي اخر الفيديو كده هوريكم جوله في غرفه الليفنج كده بعد التغييرات اللي عملتها فيها، لاني ما عملتلكوش جوله في ساعه فرش رمضان وكده فيها. فكملوا الفيديو الاخر، هعمل لك جوله فيها بالكامل ان شاء الله، وشوفوا بقى الزينه والحاجات اللي عملتها فيها. فهنا كنت خلاص بقى خلصت السرير، وكنت هنا كنت بنضف كده الكومودينو بعد المفرش اللي عليه. وهي خلاص كده كنت خلصت الاوضه دي. هحط بقى البطانيه وهجيب المكنسه كده بالكهرباء، هبدا انضف السجاد وهمسح وهلمع الحته اللي هي السيراميك اللي المفروض السجاد يعني، وخلاص على كده. بس كده خلاص خلصتها، بوريكم كده بوريها لكم كده سريعا. جبت بقى المكنسه كده وبدات كده انضف السجاد. سجاد الاوضه هنا نضيف لان مش بندخلها غير على النوم يعني. بس قلت برضو ايه، لو في تراب ولا وبر ولا اي حاجه كده واقعه فانضفها عشان الاوضه اتاكد ان الاوضه كده نضيفه ما فيهاش اي حاجه. خلاص بقى كده هجيب المعطر، هبدا اعطر الاوضه. وكده خلاص خلصت من غرفه النوم، ندخل بقى على المطبخ. المطبخ بقى طبعا ما بيخلصش بصراحه يعني قبل رمضان بالذات في رمضان، يعني في رمضان تحس المواعين بتزيد لوحدها، مش عارفه في ايه. بصوا بقى المطبخ كان مليان غسيل، طبعا الملايه اللي لميتها من اوضه النوم. كان مواعين الفطار كنت غسلاها ومحتاجه بتتصفى. البوتاجاز كان عايز يتنضف. كان عندي كام معلقه كده في الحوض، والرخامات كانت عايزه تتنضف. اول حاجه كده هبدا افضي كده الدنيا حواليا. احاول كده الم المواعين كده اللي جنبي دي عشان اعرف اغسل اللي في الحوض، وكمان عشان افضي الرخامه كده ميبقاش فيها اي حاجه، واشوف هعمل ايه تاني مع بعض. فضيت بقى كده المواعين كلها، حطيت كده كل حاجه، رجعت كده كل حاجه مكانها. وفاضل لي بقى كده المعالق دي بس. كنت جبت فوطه كده ومسحت الحوضه بتاعه المعالق عشان كان فيها حاجات مش نظيفه، فمعرفش مطرح الاكل وقع عليها ولا ايه، فمسحتها. وبدات بقى احط المعالق كده مكانها. وبعدين نغسل المواعين مع بعض. المواعين ما كانتش كتير، ده كان كام كوبايه كده مطرح ما بعد الفطار شربنا عصير وكده. انما مواعين الفطار انا بغسلها يعني بعد ما احضر الفطار وكده. اي مواعين بتفضى قبل ما المغرب يأذن فبغسلها يعني تمام. فكان في بقى الكوبايات دي والحاجات دي شربنا فيها شاي بقى وعصير وكده بعد الفطار، فهغسلها معاكم. طبعا الروتين ده انا كنت بعمله متأخر، يعني كان بعد صلاة التراويح كده. صليت المغرب والتراويح والعشاء وكده، وبعد كده قلت ايه ابدا بقى اخلص الشقه. والله مخلصاها متاخر، يعني مخلصها حوالي الساعه 12 او واحدة بالليل. يعني لكم التصوير بيبقى سريع وكده، بس هو بياخد وقت، التصوير بياخد وقت كبير يعني. يا دوبك خلصت وحضرت السحور على طول. ف غسلت بقى كده الاول حاجه، وبعد كده هبدا اشطفها واسيبها تتصفى شويه كده لحد ما انضف الرخامات، وبعد كده ابدا ارجعها كده مكانها تاني. قولوا لي بقى انتوا. طبعا احنا بنصلي وبنصوم وبنقرأ في المصحف وبنعمل كل الحاجات اللي احنا المفروض نعملها في رمضان او غير رمضان. بس بقى حابه اعرف بقى انتوا متابعين مسلسلات ايه في رمضان؟ اكتبوا لي بقى في الكومنتات متابعين مسلسلات ايه. وايه رايكم، وايه احسن مسلسلات عجبتكم؟ يعني هستنى رايكم تحت في الكومنتات، وقولوا لي انتوا متابعين ايه، بتتفرجوا على ايه. هو انا كمان هقول لكم انا بتفرج على ايه، وهرد عليكم في الكومنتات.
شجعوني بقى كده ودعموني بكومنتات ولايكات كده، عشان الايام الجايه اعمل لكم فيديوهات كتير واوريكم مشتريات الحاجات اللي جبتها للبيت للعيد. تغيير بقى كده في البيت للعيد وفرش العيد، وكمان اوريكم هدوم العيد، لبس العيد بتاعي وبتاع العيال. فادعموني كده بلايكات، ولو عايزين تشوفوا الفيديوهات دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واكتر فيديو هيتطلب مني هعمله لكم ان شاء الله قريب. خلصت بقى كده المواعين وبدات كده ان انا انضف الحوض. إيه غسلته بقى كده كويس، وكمان غسلت الحنفيه والخلاط وكده. وهبدا بقى كده اشطف بقى اللي انا عملته ده كله، وهنشف كده بفوطه، وابقى خلصت الجنب ده ونروح بقى على الباقي. انا البوتاجاز كنت عملته برضو بعد الفطار. نضفته ومسحته كده فهوريه لكم في الاخر. كنت مشغله الغساله على الكوفرته الشتوي اللي شلتها من على السرير. فبحاول كده انجز اللي ورايا بسرعه يعني. هوريكم كل حاجه انا هعملها معاكم دلوقتي. خلاص بقى كده هشطف الحوض، وبعد كده هجيب فوطه وهبدا انشفه بقى. فانا هنا كنت معلش بقى مسجل لكم الصوت هنا والعيال جنبي فعاملين دوشه شويه، فمعلش استحملوهم يعني. خلاص بقى كده خلصت وبدات انشف كده، وهرص بقى الحاجه اللي انا هحطها هنا على الرخامه دي مكانها، عشان افضي مكان اللي انا اعمل الرخامه التانية. نشفت كده بقى بالفوطه، ورجعت الصفايه دي كده مكانها. وبعد كده بقى ارجع طقم سبونج بوب ده مكانه، امسحه بقى كده كويس واحطه مكانه. وبعدين بقى اروح معاكم كده على الرخامه دي، فضيتها وشلت كده كل الحاجات اللي عليها، بس ما شلتش الطقم ده لان انا كنت منضفه تحتيه. مودي سيدور بويز. فشلت بقى الحاجات دي، وجبت بقى البخه دي فيها كلور كده متخفف بزيتون وميه، وببدا كده ارش وامسح، انضف كده الرخامات كلها واعقمها كويس. وبعد كده ابدا ارجع كل حاجه مكانها. هنا انا كنت محتاره بصراحه، كنت شلت الصينيه البامبي دي، وكنت عايزه احط دي اللي انا كنت احطها على الرخامه التانية، فلقيت المكان ما كفاش، فكنت حابه احطها على الرخامه دي، فلقيتها بصراحه ما كفتش بالعرض كده، مش جايه كبيره، وبالطول شكلها مش حلو، فرجعت دي مكانها تاني. بدات بقى ارجع كده كل حاجه مكانها. طبعا مسحتهم كويس قبل ما ارجعهم، وهبدا انضف الرخامه كويس كده، وهرجع بقى كل حاجه مكانها تاني اهو زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص خلصت الجنب ده كله، هروح بقى على الجنب التاني والرخامه التانية. الرخامه بقى التانية دي برضو فضيت كل الحاجه اللي عليها، وبرضو همسحها بنفس الطريقه، هرش عليها كده من الكلور ده، وهبدا اعقمها كويس وامسحها وارجع كل حاجه مكانها تاني. التنظيفه سريعه كده يعني. وكده خلاص اكون خلصت يعتبر المطبخ. هبدا بقى الم السجاده بتاعت الارض وكنسه كده كويس وامسحه، والم الغسيل اللي في الارض ده كله كده في طبق، عشان في كروانه يعني، عشان لما اخلص اللي في الغساله على طول الدوره دي ابدا دوره جديده على طول. تمام كده كنت خلاص بقى هرجع كده كل حاجه مكانها. يا ريت انت كمان تقومي تشجعي كده لو فطرتي كده وريحتي. انا عارفه بعد الفطار بنريح كده مش قادرين نقوم نعمل حاجه، بس قومي كده تشجعي خلاص اللي وراكي عشان تنامي مرتاحه، وتقومي بقى تاني يوم ما وراكيش اي حاجه غير الفطار بس. انا بحب اعمل كده في رمضان بصراحه، لان الوقت قبل الفطار بيبقى سريع، يا دوبك بقوم من النوم لو هروق البيت مش هيبقى فيه وقت اعمل اكل، بيبقى في وقت اللي انت تحضري الفطار. فحاولي روقي بيتك كله من بعد صلاه التراويح كده، وتقومي من النوم ميبقاش وراكي اي حاجه غير الفطار بس. ونفس الوضع برضو تبداي تروقي بيتك بعد صلاه التراويح، تنامي وبيتك نظيف. طلعت بقى كده على الريسبشن ومكان نظيف، بس العيال كانوا بيتنططوا على الكنب، قلت كده فقلت اسيبي كده الكنب والكرسي اللي متوسخين، مش متوسخين، متكعبلين، مطرح العيال ما بيتنططوا عليها يعني، وكده سويتها كده وحطيت بقى الخداديات مكانها. سويتها وكان عندي الكنبه دي متبهدله والكرسي، فهسويهم كده واعملهم معاكم. غرفه المعيشه طبعا اكتر مكان بيتبهدل، هوريهولكم قبل، وهعمله بقى انا كده مع نفسي عشان هو بياخد وقت مني، عشان بشيل الركنه وبعمل وراها كده. هوريكم بقى برضو بعد، وهعمل لكم جوله فيها كده في اخر الفيديو. كملي معايا الفيديو للاخر. انا بقى كده خلاص خلصت الصاله. جبت بقى المفرش الريسبشن، جبت المفرش ده بقى شلته كده وبدات انفضه عشان كان عليه العيال كانوا بياكلوا شيبسي وكانوا موقعين عليه. نفضته بقى كده كويس وفرشته، وهرجع بقى الفازه مكانها، والتمريه دي كده مكانها. والله التمريه دي المفروض يتحط فيها تمر، بس انا حطاها كده شكل يعني، لو حطيت فيها تمر العيال هيبهدلوا بيه الدنيا، فما حطيتش فيها حاجه. بصوا بقى كده غرفه المعيشه قبل متبهدله حرفيا يعني. وهوريها لكم بقى دلوقتي بعد ما خلصتها خالص. بصوا بقى خلصتها بقت زي الفل اهي. الستاره دي انا كنت جايباها من اول رمضان، بس كنت مبوظاها يعني، ما كنتش عارفه اعلقها، فجوزي عملها لي وعلقتها. دي كده الترابيزه بتاعت الركنه، وكده المكتبه بتاعت الشاشه. كده خلاص خلصت بقى الريسبشن غرفه الليفينج، وبرده البلكونه
آه، مسحتها كده وكنستها وسيقتها يعني. وبس كده خلاص. آه، خلصت الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه لو كانت بسيطه. اهم حاجه تدعميني وتشجعيني بلايك وكومنت، كومنتات حلوه كتير زيكم. وهستناكم بقى تحطوا لي لايكات كتير للفيديو، وهسيبكم بقى في جوله كده في غرفه المعيشه. اكتبوا لي رايك في الكومنتات. اهم حاجه الامان اللي ما بيني وما بينكم ان انتوا تحطوا لي لايك للفيديو. مع السلامه في حفظ الله ورعايته.